السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عارفة راسي غبرت عليكم شحال هادي ما حطيت لكم فيديو مدة طويلة. كنتمنى انكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال، فقلت نطلع عليكم بهذا الفيديو القصير ونشارك معكم هذا البغرير المعتمد عندي، يعني دائما تنصايبو وما تيحشمنيش. قلت علاش لا نشاركو معكم، ومن هاني نطلع عليكم واخا غير بهذا الفيديو ما نبقاش غابره اكثر من هكا. المهم البنات، بالنسبة لهاد البغرير فغادي نحتاج ليه 500 غرام ديال السميدة الرقيقة. هنا راه درت 250 غرام كنعبر وتا ساليت عاد كيبان لي داكشي غير شوية. المهم خليته على حساب المونتاج لحقاش لحيت هذا ما نلقى فين نهضر ليكم. كيف قلت لكم انتوما العبار اللي غديروا 500 غرام ديال السميدة الرقيقة، غادي تنقصوا منها كاس و تعوضوه بكاس ديال كاس ديال الفورص. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الميزان فغتاخدوها تحيدوا منها كاس وتعوضوه. اللي عندهم الميزان وكتكون هكا السميده عندنا كثيره فكندير هاد الطريقه. انا كندير كاس دقيق هو الاول وكنكمل عليه العبار حتى كيعطيني 500. المهم المجموع كيكون 500 غرام بين الدقيق والسميده الرقيقه. صافي. كنضيفوا عليها شويه د الملح، كنضيف معلقه ديال الخميره ديال الخبز. صافي البنات، هنا راه كيف شفتوا راه داركت الامر بعد ما بان لي داكشي شويه عاد زدت كملت 500 غرام بكلشي، يعني نص كيلو ماشي رابعه. انا في الاول كنت درت غير رابعه. درت الملح ودرت معلقه ديال الخميره ديال الدار، وغادي نضيف هنايا الماء. فعبرت معكم بالكيسان هنا كيف شفتوا ضفت 4 وغادي نزيد عاود كاس واحد هو الخامس، وغادي نزيد مازال، يعني هي تقريبا كيهز 6 الكيسان وكتبقى على حسب السميده. مره كتهز 5 الكيسان ونص، مره 6 الكيسان بالضبط. يعني انا بدلت السميده وتغير لي على حسب زعما على حسب النوعيه ديال السميده. صافي ضفت هنايا جوج ديال الخمارات بعد ما طحنته في المولينيكس. كنضيف جوج ديال الخمارات وكنخليه يغتمر كيف كتشوفوا حتى كيدير دوك الفقاعات تقريبا واحد 15 دقيقه، وكيكون واجد حتى ل20 على حساب الجو. بعد ما وجد صافي كنحركو مزيان هكا بالمغرفه، كنبقى نخلطو مزيان وكندير المقله ديالي تسخن، المقله بطبيعه الحال ديال البغرير، وكنبقى نبردها. كنديرها تسخن كنبردها في الماء وكندير فيها كل مره طيبت بوحدها كنعاود نبردها باش هكا كيصدق معكم البغرير مزيان وما كي ما كي زعما كتحلوا ليه العوينات ديالو. صافي بهاد الطريقه غادي نستمر كنبردها ونعاود ندير الاخرى. كيف كتشوفوا راه كيجي مثقب كامل، كيجي ناجح 100%. غير جربوا هاد الطريقه واكيد غادي تصدق معكم. بالنسبه كيف قلت لكم الماء ما بين 5 الكيسان ونص حتى 6 الكيسان، هذا هو القياس. يعني باش ما تجريوش نتوما ديروا 5 الكيسان وطحنوه وديروا الخمارات وهكا غيبان لكم. الا جاكم ثقيل شويه زيدوا نص كاس الماء او كاس على حسب التقوليه اللي غتبان لكم. وصافي ديال النصيحه اللي نقدر نعطيكم، وهذا هو الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا. كيف كتشوفوا كيجي رائع جدا. كيجي زوين، كيجي خفيف. كنتمنى انا الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش من لايك واشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها، والى فيديو قادم.